قدام واقعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اغتصاب طفلة والاعتداء عليها. عندما تغيب الرحمة وينعدم الضمير وتموت الإنسانية من قلوب البشر، تصبح الاستهانة والنيل من الآخرين أمرا عاديا. في واقعة هي الغريبة من نوعها، ووسط ذهول واستغراب الجميع لما حدث، ومع وقوع أول جريمة على الأرض وهي قتل قابيل أخاه هابيل، وضع الإسلام تشريعا يحرم جريمة القتل إلى أن تقوم الساعة. إلا أن ضعف الوازع الديني كان دافعا لاغتصاب الطفلة حبيبة ابنة ال5 سنوات بإحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. معنا المستشار السيد سلامة محامي الدفاع عن المجني عليها حبيبة، هيوضح لنا تفاصيل جديدة وصادمة لأول مرة. أهلا وسهلا بيك على موقع جريدة الأسبوع مع المستشار. ربنا يخليك يا استاذ محمود ويحفظك ويحفظ السادة المشاهدين يا رب، ويحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها. ربنا يا رب. مع المستشار كلمنا عن تفاصيل الواقعة. والله واقعة ديت على فكرة مشينة جدا، واقعة يعني. أنا لما بقرأ القضية ديت يا أستاذ محمود بزعل زعل شديد. ليه؟ لأنه المجني عليها في المرة دي طفلة لم تبلغ من العمر 5 سنوات. وبعدين شوف، خلي بالك، القتل هنا يكون ليه؟ نتيجة قيام الجاني بأنه يطفي السجاير فيها، إن الجاني علقها في السقف. الجاني إيه اللي بيحصل ده؟ يربطها من رجليها، الجاني يضربها في بطنها ضربات شديدة. ده شوف الكارثة قدام الأم، شوف المصيبة يعني ماتت الرحمة قدام الأم. خلي بالك، الجاني يهتك عرض الصغيرة. عارف المبدأ يقول ايه؟ ان هناك تهتك في غشاء البقارة، وهناك تهتك في المهبل، وهناك اتساع فتر الشرج. ايه ده؟ لا انسانية بالمرة، مفيش انسانية. مسألة خطيرة. انت شخص تجردته من الانسانية، تعديت على الصغيرة، هتكت عرضها، عذبتها بشكل بشع. هل الجاني ده انسان؟ هل هناك انسانية؟ هل هناك رحمة ورأفة؟ هل الام النهاردة دي عشان اهوائها تشارك في هذا الجرم؟ لا، مسألة من البداية إن ده مسألة خطيرة اللي بيحصل ده. الأم، يعني عايزين بس نذكر السادة المشاهدين بتفاصيل القضية. إن الام لما اتفصلت بعد شهر واحد، المفترض تستنى العدة بتاعتها 3 شهور. و 3 شهور و المطلقات 3 شهور. 3 قروء كما ذكر. خلي بالك، لما تتجوز خلال شهر ده جمع. يا فندم، امال ايه؟ ده جمع. يا فندم، امال ايه؟ ده جمع ما بين زوجين، دي مصايب. ما هي الام بقى، عشان كده بقول لحضرتك ان هو عشان اهوائها تتجوز في فترة العدة، يعني تجمع بين زوجين. 2، ان هي تشاهد الجاني بعذب بنتها وتصبر وتسكت. طبعا من خلال قراءتك للقضية اكتشفت ازاي ان الام يعني انفصلت عن زوجها. ايه اللي قالت؟ هي قالت وقدموا يا فندم، وقدموا العقد العرفي اللي هو تم ما بين الاثنين جناد دول بقى، اللي هي الام بعد شهر من الطلاق تجاوزت باخر، علما بان المفترض تستنى زواج عرفي، يعني 3 شهور. زواج عرفي. يعني هي جمعت ما بين الزوجين في خلال نتيجة زواجها من آخر، يعني من اللي هو الجاني. طبعا فندم، من الجاني خلال بعد شهر من الطلاق. وانا بقول لحضرتك هذه القضية يعني حازت ما حازت من البشاعة. ليه؟ يعني لأنها كلها جرائم. الأم تتجوز فترة العدة، الأم تشاهد بنتها وهي بتعذب من قبل زوجها اللي هو الجاني وما تقولش حاجة. الأم
كانت الجاني يقول لها اديني البنت الصغيره حنين دي كنا عايزين حبيبه، بس يعني مع اعترافات ياخدها مع العاشر. طب تاخدها العاشر ليه؟ هتخدمك؟ ده عندها 5 سنوات. اعترافات الام قدام النيابه العامه اعترفت، اكدت انه كان بينفرد اعترفت يا فندم انه كان بينفرد بالطفله الصغيره، وان هي كانت بتروح معاه العاشر وحيده منفرده. واخدها العاشر ليه؟ واخدها العاشر ليه؟ بيتبات معاه هناك ليه؟ الرغم ان هم مقيمين في قريه القطاويه. ايوه، ياخد البنت الصغيره عاشت معاه هناك بالاسبوع في العاشر. طب البنت الصغيره اللي ام 5 سنوات ديت هتخدمك ولا واخدها عشان تمارس معها الجنس؟ ما هي دي كارثه، ما هي دي كارثه كبرى. ولذلك لما التقرير الطبي يقول كده ان هناك تهتك شديد في المهبل وتهتك شديد في غشاء البقاره واتساع فتر الشرج. استاذ محمود، انت كل شويه تذكرني بهذه الاشياء وهذه الانفعالات. مساله يعني غايه في الخطوره، مساله ليست ادميه بالمره. واعتقد الحيوانات ما يعملوش كده، الحيوانات ما تعملش كده. لا، مساله مش كويسه. ماذا تقول او يعني بشع. والد المجني عليها حسين اكد في خلال يعني استجواب من قبل النيابه العامه ومن خلال حديث معاه انه المتهم جاله وقال له يعني تنازل عن بناتك الخاصه. بيقول لي انا بيقول لي انه خالد اللي هو الجاني ده جالي وقال لي تنازل لي عن ولادك عشان انا اخدهم. فالراجل طبعا اصابه الذهول، مين اللي بيتنازل عن ولاده؟ فطبعا مقابل 40,000 يعني. مقابل انه يعطيه مبلغ من المال، يعني مبلغ زهيد. فالراجل طبعا يعني عنفه جدا وكان موقف موقف. شوف يا باشا، بقول لك القضيه كلها من بدايه حتى النهايه ليست فيها انسانيه بالمره. الطفله نور اللي هي شقيقه المجني عليها شهدت قدام طبعا شهدت قدام المباحث انه شهدت عشيق امها المدعو خالد ده يعني اعتدى على اختها، كان دائم الضرب. ده قدام البنت الصغيره، قدام نور دي. وطبعا نور صغيره اقل من 10 سنوات، لا حول ولا قوه. يا فندم، القصه كلها تكمن في مساوئ الام دي اللي لا يمكن ابدا نقول عليها الا انها ام شريره، ام اثرت طبعا اثرت نفسها وهواها وضحت بالصغيره بنتها وضحت بالامومه. لا، شاذه، ست شاذه. ده قالت الفاظ في التحقيق الواحد يتكسف يقولها في اللايف. مساله وتقول لك انا كان بياتيني من الامام ومن الخلف وكنت انا راضيه. ده انا والله العظيم لو مش بحدث الجمهور لكنت انفعل واقول الفاظ مش كويسه. لكن هذا الامر يعني ربنا فوق العقاب اللي هتاخده، ربنا هيحاسبها حساب أليم على ما اقترفته وما فعلته خلال تجاه الإنسانية وتجاه البنت الصغيرة المسكينة المجني عليها اللي توفاها الله سبحانه وتعالى نتيجة للقسوة ونتيجة للتعذيب الشديد. يا فندم، اللي ألم بيها. كان في محاولات يعني لطمس الحقيقة وإنه البنت دي مسألة على فكرة. ده أنا عايز أحيي الطبيبة اللي هي في مركز ديار بنجم وأقول لها أنا بشكرك وكل شعب مصر بيشكرك وكل أطفال مصر بتشكرك وكل بنات مصر بتشكرك. ليه؟ دي دكتورة عظيمة، ده دكتورة عظيمة يا فندم. أبو حماد، مستشفى أبو حماد، ولم يحرك ساكن ولم يتنبأ وما يعرفش حاجة عن الحادثة وما يعرفش حاجة عن الواقع وما يعرفش أن هناك مواقعة وأن هناك هتك عرض. تقوم يروح للدكتورة المحترمة بتاع ديار بنجم. تروح ديار بنجم، الدكتورة اللي عندها الضمير يقظ، الدكتورة المحترمة اللي تقول لهم ستوب يا جماعة، ده في واقعة اغتصاب، ده في مواقعة وبقى لها فترة. لا، مش بقى لها فترة وستوب، ده استنوا يا جماعة، ده في فترة، ده في واقع تعذيب. يوم الاثنين بقى المتهمين الام والزوج يا فندم، امال ايه؟ الام والزوج يقولوا بقى يتفقوا قدام الطبيب ده كده في خلسه كده، هنقول يا جماعه عشان ايه؟
نمشي الامور، لكن هي كان عندها دين وعندها ضمير. هي اللي اكتشفت هذه الوقائع، وهي اللي ابلغت النيابه العامه، وهي اللي عملت كل حاجه. ولذلك احييها وبشكرها كل الشكر، وبقول لها باسم كل الاطفال نشكرك، باسم كل النساء نشكرك، باسم كل مصر كلها بتقول لك شكرا على ما انت فيه يعني من يقظه الضمير اللي عملته الدكتورة واستاذه عظيمه. أكد إنه اعتداء عشيق أمال أمها إيه؟ على الطفلة وهتك عرضها، وكمان كان بيعذبها، وآثار التعذيب كان ظاهر عليها من خلال أستاذ محمود يطفي السجاير، يضربها في بطنها، ده طفله 5 سنوات يا جماعه. نعم. يعلقها بالساعه والاتنين في العرش من رجليها، سمعت يربطها في رجليها، مسمار يعاشرها معاشره الازواج. يا جماعه طفله ده مش انسان، دوت تجرد الانسانيه. طيب أقول بذلك في القانون بقى ان شاء الله الاعدام، ان شاء الله الاعدام، وفق مواد القانون. طبعا ان شاء الله الاعدام. خاصة وكمان هي كوكتيل جرائم، جمع ما بين الزوجين، قتل عمد مع سبق صلة ترصد، مواقعة صغيرة لم تبلغ من السن 7 سنوات دون رضاها، تعريض حياة الصغيرة للهلاك، تعذيب الصغيرة بأبشع أنواع التعذيب وهي طفلة لا حول لها ولا قوة. ولذلك بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الأم وزوجها متهمين، وإن شاء الله سوف ينالوا العقاب اللي يستحقوه، وإن شاء الله يكون العقاب ده كلها يا فندم عدد للمحكمة. أمال إيه، مش هنسكت أبدا، لأنه الأمر بقى بصراحة شيء لا يمكن أبدا دفاعا يا فندم، دفاعا عن الإنسانية، دفاعا عن أطفال مصر، دفاعا عن نساء مصر، لأنه هذا الأمر ارتكب بوحشية من قبل المتهم وزوجته اللي هي أم الصغيرة. يعني رسالة بتوجهها للمجتمع. رسالة بوجه للمجتمع، حافظوا على أبنائكم، حافظوا. يعني شوف أنا عايز أقول حاجة اسم محمود، وأنا قلتها كتير، يعني بقول عودوا إلى التربية القديمة اللي كنا بنعيشها، إن الأب والأم يتخلوا عن حاجات كتير عشان الأبناء. لا تنشغلوا عن أطفالكم بالعمل، لا تنشغلوا عن أطفالكم بالأهواء، لا تنشغلوا عن أطفالكم، ربوهم تربية سليمة، ربوهم زي ما ربنا قال عشان يكون في يعني يطلع جيل محترم، يطلع جيل يؤازر مصر فيما نحن فيه الآن. عايزين نهتم، عايزين نبعد عن الشيطان ونبعد عن نفس الآثمة، عايزين نهتم بأبنائنا شوية، وليس بالأهواء المغرضة المشينة كما فعلت أم حبيبة بحبيبة، كانت تراها وهي تعذب وعشان نفسها بقت تسكت، كانت تراها وهي تغتصب وعشان نفسها وأهوائها المشينة كانت تسكت. مسألة خطيرة اسم محمود، ربنا يكفينا شر هذا الجرم وهذه الأفعال. يعني ربنا يحفظنا يا رب، ويحفظ أبنائنا ويحفظ أطفالنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. شكرا. العفو يا فندم، اتفضل. أعزائي المشاهدين، يعني زي ما سمعنا مع حضراتكم تفاصيل جديدة وأسرار جديدة لأول مرة سمعناها في قضية حبيبة ضحية الغدر من قبل ذئب بشري اعتدى على أنوثتها واعتدى عليها بوحشية، هتك عرضها وعذبها عذابا أليما بأن قام بإحراق جسدها في واقعة هي المؤسفة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نظرا لغياب الإنسانية والرحمة من قلب والدتها وعشيقها. هنتابع معكم كل جديد فور يعني
يعني عرض القضية في محكمة جنايات الزقازيق من محافظة